لو الإنجليزي عقدتك وضيع منك فرص كتير في حياتك سواء كانت شغل أو سفر، فتأكد إن perfection هي الحل، عشان احنا بنوفر لك كورس متكامل بياخدك من الصفر وبيأسسك صح في النطق والسمع والكتابة وفي وقت قياسي. في البداية بتاخد كورس صوتيات شامل بنشرح لك فيه كل أصوات اللهجة الأمريكية. هتدرس صوت متحرك اسمه short O، هتعرف رمزه وهتعرف ازاي بينطق. مد ألف مفخم فتقول option box copy وغيرهم. وهتدرس الصوت المتحرك اللي اسمه long double O أو او ساوند، وهتعرف ان هو عامل زي مد الواو اللي عندنا في العربي. كلمة زي دي تنطق توم مش تومب. هنشرح لك كل اصوات اللهجة الامريكية المتحركة والساكنة بما فيهم صوت اللايت دي. هعرفك امتى بنحول صوت التي او الدي الى صوت اللايت دي وازاي بننطق الصوت ده اصلا، وهدربك على اشهر الكلمات اللي بتحتوي عليه زي water daughter وغيرهم كتير. بعد ما تخلص دراسة الأصوات هتكون قادر إنك تنطق أي كلمة في اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة، وبكده تكون جاهز للخطوة التانية. الخطوة التانية هي دراسة المقاطع الصوتية اللي بتتكون منها الكلمة. في الجزئية دي هتتعلم أنواع المقاطع الصوتية وإزاي تحدد بداية ونهاية المقطع الصوتي، وأهم حاجة قواعد الوصل بين المقاطع الصوتية اللي بتتكون منها الكلمة. قواعد الوصل دي بتعلمك إيه الأصوات اللي بتتحذف من الكلمة وليه بنحذفها وإمتى بنحذفها، وكذلك إيه الأصوات اللي أنت بتضيفها من عندك عشان تربط ما بين مقطعين متتاليين. هتعرف ليه حذفنا صوت التي من الكلمات دي 20 wanted internet interview postcard software وغيرهم كتير. وهتعرف ليه حذفنا صوت الدي من الكلمات دي handmade handcuffs وغيرهم. وهتعرف ليه بننطق الكلمات دي كده mountain important وغيرهم كتير. إيه الصوت ده وإمتى بنطقه؟ بعد ما تخلص دراسة المقاطع الصوتية هتكون قادر إنك تنطق كل كلمات اللغة الإنجليزية زي الأمريكانز بالظبط، بس كل كلمة لوحدها. أنا مش عاوز كده، أنا عاوز أنطق الجملة على بعضها بصورة متصلة. عاوز أبدأ بقى أربط ما بين كل كلمتين متتاليتين في الجملة وأنطق الجملة على بعضها. عشان كده هتدرس قواعد وصل الكلام، هتدرس كل قواعد الوصل الخاصة باللهجة الأمريكية. هتتعلم قواعد زي أي كلمة منتهية بصوت الدي لو جاء بعدها يو أو يور بتدمجهم مع بعض وتقول جو، زي need you تبقى need you، would you تبقى would you would you like a cup of tea. وكذلك قاعدة زي أي كلمة منتهية بصوت الأس لو جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت الواي بتدمج الأس والواي مع بعض وبينتج صوت الشين SH. يعني مثلا guess you تبقى guess you I guess you should see a doctor. بعد ما تخلص قواعد وصل الكلام هتكون قادر انك تربط ما بين اي كلمتين متتاليتين في الجملة، وبكده تقدر تنطق الجملة على بعضها بصورة متصلة. ومادام بتنطق صح لو سمعت اي حد بيتكلم بلهجة هتفهمه بكل سهولة. بعد ما بتتقن اللهجة الامريكية بنديك كورس محادثة شامل بندربك فيه على كل الجمل اللي بتستخدمها في اطار حياتك اليومية. 30 موقف يومي فيهم أكتر من 3000 جملة مستخدمين. بندربك على المواقف دي جملة جملة، كل جملة منطوقة سريع وبطيء. يعني مثلا would you like a cup of tea would you would you like a cup would you like a cup of would you like a cup of tea وهكذا. لما بتتحط في أي موقف بتقدر تفهم الشخص اللي بيتكلم بلهجة عشان انت دارس قواعد النطق اللي هو بيستخدمها، وبتكون قادر انك ترد عليه بسرعة وبنطق سليم عشان انت متدرب على الموقف ده. وكمان بنديك كورس جرامر شامل بناخدك من الصفر وبنأسسك ونوصلك لأعلى مستوى عشان تقدر تتجاوز أي اختبار كتابي. لتفاصيل أكتر زور موقعنا.